ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هتكون وصفة سهلة جدا. هي حاجة شامي يعني، مش عارفة سوري ولا لبناني، مش متأكدة. انا بعملها ان هي سوري. اسمها فتة فراخ سوري. هي سهلة جدا. المكونات موجودة عندنا كلنا، ممكن تشيلي حاجة تحطي حاجة براحتك خالص، هقول لكم اثناء الوصفة. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. يلا بينا نبدأ الوصفة. انا معايا هنا فراخ فيليه مخلية، يعني صدور مخلية. ممكن نستخدم فرخة كاملة على بعضها ونسلقها ونشيل الجلد ونفصصها. ده عيش لبناني مقطعاه بالمقص مربعات. وعندي رز مصري. ممكن لو حابين تستخدموا البسمتي برضو هتبقى ظريفة، بس انا ما بحبش البسمتي، فمستخدمة رز مصري. و ده زبادي علشان الصوص. العلبة ده هما علبتين، العلبة الواحدة 165 جرام. كل ما بتكتري الزبادي، الصوص بتاع الزبادي ده بيبقى ظريف قوي مع الأكلة دي. وليمونة كبيرة، ونص معلقة توم صغيرة، وطحينة خام. وده لوز متقطع انصاص كده. ممكن نشيل خالص فقرة حتة المكسرات يعني. انا حبيت اقولكم انا هستخدم في الوصفة مزارع دينا. السمنة بتاعتهم خطيرة. سمنة نظيفة جدا، مرملة من جوه، طبيعية. هي زبدة متسيحة، معلهاش اي اضافات ولا زيوت ولا حاجة. هنا هبتدي اعمل الصوص بتاع الفتة. هفضي كوبايتين الزبادي في البولة، وهحط عليهم الثوم والطحينة والليمون، وهحط لها ملح. تمام. دي طحينة خام بنحط منها يعني معلقة، او يعني معلقة مليانة كويس، او معلقة وحتة كده صغيرة، ربع مثلا او حاجة. ونعصر الليمون، وبقلب بقى كويس جدا لغاية لما الزبادي يبقى مش مخرز، يعني يدوب كده كله مع بعضه، ويبقى الصوص كأنه زي الكريمة كده. بصوا اهو ده القوام بتاعها. هحطها بقى في التلاجة، وهبدأ باقي الوصفة، يعني باقي الفتة. هنا انا حطيت لكم طريقة سلق الفراخ للمبتدئات في المطبخ. تمام. دي مية سخنة. مية يعني هنحط في حلة مية، وهنحط بصلاية كبيرة وملح وفلفل وحبهان مطحون او صحيح زي ما تحبي، بس انا بحس الحبهان المطحون بيبقى طعمه اقوى. ومستكة وورق لورا، او اللي هو ورق الغار يعني. تمام. ولما المية بتغلي ببتدي انزل بالفراخ. قلنا بقى سواء بالعظم او اللي هي الفيليه دي. هنا بعمل بحمر العيش. حطيت سمنة على زيت وحمصته كده. بصوا بقى مقرمش ولونه ذهبي كده. وبعدين هبتدي اشتغل في اللوز. المكسرات بقى هنا زي ما تحبي، هي اصلا بتتعمل بالصنوبر، بس طبعا الصنوبر غالي جدا. ف يعني كنوع من التوفير شوية، يعني حطيت اللوز. ممكن تحطي سوداني، ممكن ما تحطيش اصلا مكسرات، براحتك. لو عايزين الاكلة تبقى اقتصادية شوية، انا بقول هي تنفع في رمضان على اساس بيبقى كده كده في مكسرات. هنا حمرت اللوز زي ما انتوا شايفين كده. بقى لونه ذهبي. عايزه اقول لكم ان الرز بقى بتاع طلبات حلوة جدا، وارخص من رز الضحى، والكواليتي بتاعته نظيفة جدا بصراحة. ال5 كيلو ب180 جنيه. هنا بقى بعمل برضو الرز للمبتدئات. الحلة هنحط فيها معلقة سمنة، وهتسخن. هنزل بالرز واقلب كويس الرز لغاية لما يتغلف كده بالسمنة او زيت، يعني استخدمي المادة الدهنية اللي تحبيها، ويبقى لونه مدي شفاف شوية كده، بيبقى شرب السمنة يعني. وبحط الملح. كل كوباية رز بحط لها
معلقة ملح، والمقدار المية كل كوباية رز بتاخد كوباية مية. بس كده موضوع الرز سهل جدا، هيطلع ان شاء الله معاكي مفلفل وجميل وزي الفل. دي طريقة عمل الرز المصري. ممكن لو عايزين نعمله بالمقدار مش بالكوبايات، يعني المية بالعين كده تبقى الرز متغطي بالمية يعني بقيمة نص سنتي مثلا او سنتي، مش عارفة يعني، انا بعمله بصراحة بالنظر كده. بغطي بقى عليه، ولما يبتدي يتشرب المية، بصوا المية نقصت كده اتبخرت والرز ايه خلاص بدأ، بصوا باين ازاي على الوش. بطفي بقى العين الكبيرة وبنقله على الصاجة على العين الصغيرة، وبوطي عليه خالص. وقبل ما بغطيه بديله بس تقليبة أخيرة، ومش هقلبه تاني ولا هاجي جنبه، هسيبه بقى لغاية لما يستوي. هنا هبتدي ارص البايركس بتاعي هنا او الصينية يعني اللي هنقدم فيها ايا كان. حطيت العيش المحمص، وبعدين عليه الصوص بتاع الزبادي بالطحينة، وهقلبه كويس مع بعضه. تمام. وبعدين هنزل بالرز، اتأكد بس ان العيش كله كده اخد من الصوص، وهنزل عليه بالرز بعد ما استوى. بصوا الرز اهو طالع جميل ومفلفل، ومش الرزاية حلوة جدا فعلا بتاعت طلبات. انا جايباها من طلبات مارت. الرزاية صحيحة حلوة ما بتتكسرش، جميل قوي. برص بقى كده الرز فوق العيش وبسويه كويس، مش بضغط عليه عشان يعني ما يعجنش كده. وبرجع احط تاني شوية من الصوص، وهوزع الصوص بظهر المعلقة كده ايه على الرز يعني. بصوا اهو كده خلاص. وبعدين هبتدي بقى الفراخ اللي اتسلقت انا فصصتها، عملتها نساير كده وهوزعها فوق الرز زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة انا حاسة ان هي سهلة، يعني هي يمكن فيها خطوات بس خطوات بسيطة بتخلص بسرعة بجد، ما فيهاش حاجة يعني. وبعدين بحط العيش، بحط عيش تاني. هو ممكن ما نحطش، انا دي خطوة كده انا قررت ان انا احط عيش تاني على الوش يعني. احنا خلاص حاطين عيش جوه، وهحط عليها شوية المكسرات اللي هو اللوز اللي انا حمصته، وهحط تاني شوية من الصوص بتاع الزبادي. هوزعه كده يعني ايه بشكل عشوائي، يعني مش كل حتة كده احط فيها شوية، وهيتفضل شوية صوص هحطهم بقى على جنب، اما لما كل واحد يغرف في طبقه ياخد شوية صوص عليها. هي دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم، ومستنية رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير بإذن الله المرة الجاية. مع السلامة.